الإفريقي كيتنظم كيف ما هي العادة، وكيتم فيه التركيز على مجموعة ديال الأفلام اللي عندها علاقة بالتيمة الإفريقية. وبطبيعة الحال هذا هو التميز والتخصص اللي كيتم التركيز عليه تقريبا في كل سنة. بالنسبة للقارة الإفريقية كيف ما هو معروف، السينما ربما الآن قطعت مجموعة ديال الأشواط في إطار التيمات، يعني المواضيع اللي كتطرحها، وحتى بالنسبة للجانب التقني اللي كان في واحد المراحل معينة، مثلا في الستينات وفي الخمسينات كان واحد النوع ديال ما غاديش نقولوا حنا ضعف، ولكن ديال البدايات اللي اسات وصلات تجربه سينمائيه. الان كاين مجموعه ديال التجارب اللي حاولت تبلور هذا الجانب التقني، وعلى مستوى ديال الصوره، وعلى مستوى ديال كتابه السيناريو، وعلى مستوى ديال المونتاج، وعلى مستوى ديال اداره الممثلين. وهذا الحضور ديالنا حنايا في مهرجان خريبكا للسينما الافريقيه، حنا بطبيعه الحال كنمثلوا مجموعه ديال الاسئله اللي هي مرتبطه بالثقافه السينمائيه، واللي كتخلينا بطبيعه الحال اننا نختزلوا من خلالها ربما التصور ديال الجامعه الوطنيه للانديه السينمائيه جواسم، واللي كتسمي هذه الجائزه بدون كيشوط. وهو بطبيعه الحال كيف ما قلت انايا هو سؤال ثقافي، بمعنى ان المهرجان ديال خريبكا فهو بطبيعه الحال ما جاش هكذا، ولكن جاء نتيجه ديال مجموعه ديال التحولات اللي عندها علاقه بالثقافه السينمائيه. ففي المراحل السابقه ديال مثلا الستينات والخمسينات كانت اسئله اللي مرتبطه بالخصوصيه ديال الايديولوجيا وديال الطروحات السياسيه، واللي كانت مرتبطه بواحد المسار بطبيعه الحال محدد. الان كاين واحد النوع ديال التحول، وكاين واحد النوع ديال التطور اللي السينما ما بقاش كتخدم هذاك الشكل مثلا اللي ولا الان تقليدي، ولا بطبيعه الحال ربما ما كيعبرش على هذا التحول في اطار العولمه، في اطار مجموعه ديال الاشياء اللي هي تحولات على المستوى التكنولوجي الى غير ذلك. السؤال الثقافي الان هو سؤال ثقافي بالنسبه للجامعه، ما خصوش يكون معولم، ولكن يمكن له ينفتح على ما هو كوني وما هو انساني. بالنسبه استاذ لجنه التحكيم، ممكن صوره موجزه مختصره على لجنه التحكيم، اعضاء التحكيم، بالنسبه للجنه اللي كنترأسها انا هي لجنه دون كيشوت، والاسم ديال دون كيشوت هو اسم بطبيعه الحال رمزي بالنسبه للثقافه الكونيه والانسانيه، وهو اسم بطبيعه الحال كيرجع للثقافه اللي ربما كتحاول ما امكن انها تميز بواحد الخصوصيه اللي عندها علاقه بعادات وتقاليد ماشي غير ديال اوروبا بالدرجه الاولى، ولكن مرتبطه بما هو كوني وانساني. من خلال هذه اللجنه غادي نحاولوا بطبيعه الحال باش نركزوا على مجمل التحولات اللي وصلت لها السينما الافريقيه من الجانب ديالها الثقافي والجانب ديالها الجمالي، يعني الاستيتيقي. هل هناك اضافات نوعيه ماشي كميه؟ هل هناك اضافات كميه يعني بالمقارنه اللي كيتم الترويج ليه الان؟ وفي نفس الوقت بطبيعه الحال عندنا واحد النوع ديال الطرح اللي ربما ان ما هو موجود على مستوى ديال التسويق ومستوى بطبيعه الحال ديال التدبير، يعني لا جيستيون بالنسبه للسينما حتى هو كيتطرح، بمعنى ان راه ماشي هذيك السينما د لاكسيون، يعني السينما ديال الحركه هي اللي ربما خصها تكون مرتبطه بهذه التحولات وكذا، ولكن شنو هي الايجابيات اللي يمكن لهذه السينما الافريقيه تطور بطبيعه الحال الامكانات ديالها وتولي حتى هي عندها واحد المكانه بالنسبه للثقافه ماشي غير الافريقيه بالدرجه الاولى يعني العربيه الاسلاميه، ولكن تكون عندها واحد المكانه على مستوى الثقافه الكونيه والانسانيه. الخصوصيه اليوم بالنسبه لمهرجان السينما الافريقيه خريبكا. الخصوصيه ديال هذا اليوم هو يوم افتتاح بطبيعه الحال، هو يوم استثنائي. علاش استثنائي؟ اول ملاحظه بطبيعه الحال كيف لاحظنا الجميع تعطات واحد استثنائيه، واحد الميزه اساسيه. اولا الجامعه الوطنيه
الانديه السينمائيه في حضور 3 ديال الاشخاص، واللي بطبيعه الحال انا كنمثل رئيس ديال دون كيشوت. وفي نفس الوقت كاين واحد الحضور اللي هو نوعي بطبيعه الحال واستثنائي ايضا وعميق جدا، اللي هو اللجنه اللي كيترأسها إدغار موران. هو فيلسوف بطبيعه الحال ماشي سهل، والتقديرات ديالنا حنا مرتبطه بطبيعه الحال بان هذا اليوم ماشي يوم عادي، ولاحظناه من خلال الفيلم او شريط اللي تقدم على المرحوم اللي هو بطبيعه الحال مثقف وملتزم ديال طاهر شريعه، واللي حاول ما امكن انه يرحل بنا المجموعه ديال الاماكن ومجموعه ديال العوالم ومجموعه ديال الفضاءات اللي عندها علاقه ماشي غير بالمغرب العربي، بالدول المغاربيه، ولكن ايضا حتى بالنسبه المجموعه ديال المدارس ومجموعه ديال المخرجين. يعني ذكرنا بمجموعه ديال الاشياء اللي ربما ان الجامعه الوطنيه للانديه السينمائيه في شخص نور الدين السايل اللي كان كيطرح من خلالها مجموعه ديال الاسئله اليوم كنستحضروها بعمق، بمعنى ان السينما خاصه في خريبكا ما يمكنش لها انها تهمش الجانب الثقافي والجانب الجمالي، يعني تكون سينما ديال التسليع وسينما بطبيعه الحال نمطيه، ولكن بطبيعه الحال ان السينما خصها تهذب والسينما خصها تربي والسينما خصها تكون بطبيعه الحال ثقافيه بامتياز. وهذا هو بطبيعه الحال الطموح ديالنا اللي غنحاولوا في اطار دائما الجامعه الوطنيه للانديه السينمائيه وفي هذه الملتقيات اننا ندافعوا عليه. شكرا استاذ محمد صلاح رئيس لجنه تحكيم جائزه دون كيشوت، شكرا جزيلا لك استاذي العزيز. شكرا.